قبل ما نبتدي نتكلم عن اي حاجه في ماتش الزمالك وبيراميدز، عشان في حاجات كتير قوي، خلينا اول نشوف الصوره دي وهتعرف معنى اللي بقوله لك. هنا بيقول له بلاش تفويت والعب لعبك، قال له ما هو ده لعبي. يلا نخش. اولا كده حمد لله على السلامه لاحمد حمدي اللي هينقذنا يعني كتير قوي الفتره اللي جايه بوجوده في نص الملعب بتاع الزمالك. ثانيا، مصطفى شلبي من اول اللقاء لاخره هو والشيبي بيضربوا في بعض، ما بيلعبوش كوره، بيضربوا في بعض. مصطفى شلبي ولا عارف يباصي، ولا عارف يشوط، ولا عارف يعني يعمل تمريرات، يخترق، يعمل اوفر. صدقتوني لما قلت لكم ان الزمالك ما عندوش اي وينجات، الزمالك من غير وينجات. والله سيف جعفر كان بيلعب احسن منك رغم ان هو مش وينج، بس يعني كان تحس ان هو الواد بيجري عايز يعمل حاجه. دونجا في نص الارض النهارده سنه، ولكن برضه بيخرف. خط الدفاع، يا كابتن ايمن، يا كابتن ايمن، انت عايز الزمالك يبتدي لعب من الدفاع ويخش بيه لغايه جوه ازاي؟ انت عايز الزمالك هو اللي يبتدي لعب ازاي؟ يا كابتن ايمن احنا ما عندناش نص ملعب ينقل لك هجمه. يا كابتن ايمن، يا كابتن ايمن، انت لعبت الماتش اللي فات وده وبرضه بتستحوذ على الكوره اللي احنا مش هنعمل بيها حاجه. رابعا، سيف الجزيري، كفايه عليك كده، ابوس ايدك ابوس ايدك، احنا مش عايزين نتجلط. يعني هو ناصر منسي اتصاب من اول الماتش وخرج، يعني انت بتجلطنا ليه؟ بتجلطنا ليه؟ والله انا مش زعلان على الخساره، لان انا ما لعبتش بجنيه. وخلي بالك بيراميدز ما لعبش برضه، يعني بيراميدز ما عملش الماتش اللي هو، بيراميدز مستواه زي الزفت بالنسبه للماتش اللي لعبه النهارده. عواد مستواك واقع من الماتش اللي فات لما قعدت تبديل ومقموص، والكره النهارده بتصدها جت في صدرك، ردت للواد قدام الجون حطها جون، مش تفويته زي ما الكل بيقول. هو مستواك زي الزفت وواقع مع بقيه الفرقه اللي واقعه. احمد ابو الفتوح، انتوا شفتوا اللمه اللي لمها وكان هيدي هديه، اعتقد برضو كانوا يقولوا عليها متفوته. تمام. لعب سيء، لعيبه سيئه، وكابتن ايمن الرمادي مصمم انه يبتدي الهجمه من خط الدفاع لخط الهجوم. يا كابتن ايمن ما عندكش اللي ينقل لك ملعب صح، ما عندكش وينجات صح تعتمد على الخطه اللي انت بتلعب بيها، انت ما عندكش وينجات اساسا. طيب هتقول لي طب امال يعمل ايه؟ والله انا لو منه وفتوح كان جاهز كنت لعبت بفتوح دفاع وبنتائج هجومي وينج، يا اما العكس، يبقى انا كده ضمنت الوينج الشمال. زيزو ما بيلعبش ليه؟ هو ده مش لعيب في الزمالك؟ مش رجع من الايقاف اللي هو كان فيه يعني والاجازه اللي هو كان فيها؟ ما بيلعبش ليه؟ ما تستفاد منه لاخر ثانيه. هو مش متعاقد مع حضرتك؟ ما تستفاد منه لاخر ثانيه معاك. انا مش فاهمك، انا مش فاهم الاداره. ويا كابتن احمد حسام ميدو، هو ده مصطفى شلبي اللي انت هتجدد له او جددت له زي ما بسمع؟ اصل عنده مستويات مختلفه، مستويات مختلفه من انهي اتجاه؟ مصطفى شلبي انت شايف ايه؟ شايف فيه ايه احنا مش شايفينه؟ سيف الجزيري روح، ايشو طلعه اعاره، احنا بنقول لك على اللي انت محتاجه. سيف الجزيري يروح بيعه لاي نادي. ايشو طلعه اعاره، سيف جعفر طلعه اعاره عشان الناس دي تشتغل. سيف جعفر عنده شغل وايشو عنده شغل بس لسه بعيد، ما بيشاركوش. دونجا يطلع اعاره يا اما تبيعه. لو انت شايف ان دونجا هيبقى فيه منه رجا يعني السنه الجايه ولا اللي بعديها، طلعه اعاره. مش شايف منه هتجيب احسن منه، شكرا يا دونجا على القعده اللي انت قعدتها معانا، ومستواك وحش الموسم ده. مش يعني ما بننكرش الجميل، لا انت لعبت حلو في الاول فعلا، بعد كده مستواك بدا ينزل 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 لغايه ما بقى تحت الارض. والمشكله ان انت ما بتحسنش من مستواك. احتياجات الزمالك، انت محتاج باك يمين، ستة ملعب، يعني واحد بيلعب ستة ابن جنية. رجوع احمد حمدي قلت لك يعني هيفك حاجات كتير قوي. محتاج وينجين يمين ووينجين شمال ومهاجم مع ناصر منسي، وانتهى الامر. وطلع حسام اشرف اعاره برضه. رجع بقى اسامه فيصل، تجيب محمد شريف، بس الاحسن ارجع اسامه فيصل. والتعاقد مع مدافع تاني جنب الثلاثه اللي ورا، لان انت بتلعب بثلاثه، يبقى تتعاقد مع مدافع. دي احتياجات الزمالك. يعني انت محتاج 7 صفقات، بس السبع صفقات يكونوا ولاد جنيه. محتاج وينجين بياكلوا الملعب واللي زيهم بره زيهم، بحيث ان اللي هيبدل يطلع ينزل زيه. لكن باللعب ده، انا لثالث لقاء على التوالي
ولا صناعه ولا هدف. الاهداف هي اللي كده يا دوبك ممكن تيجي كده، يعني تعدي ناصر منسي يخب يخش يلطشها، ابقى الكره مرفوعه عرضيه سيف جزيري يلطشها تيجي جون. لكن كلاعب انا ما بلعبش كوره، انا ما بلعبش كوره، انا ما بتفرجش على كوره. وبجد والله اللعيبه اللي بتطلب ملايين دي بتطلب ملايين على ايه؟ انتوا ما عندكوش كوره كلكم، انا بتكلم على الدوري المصري عموما. انتوا ما عندكوش كوره، اتفرجوا كده على ماتشات اوروبا وانتوا تعرفوا ان انتوا بتقدموه ده عك كروي. انتوا بتجروا ورا كوره لكن بتلعبوا كوره لا. انا عشان نكون واضحين.